السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنعمل مع بعض فرخة مشوية بطريقة جميلة جدا، هتعجبك وهتعجب كل اللي هياكلها. مستوية كلها. طريقة جديدة غير الكيس الحراري، وغير ما بتحطيها في الازازة وتحطيها في الفرن، بطريقة جميلة ومستوية كلها وتتبيلة تحفة ومش هتاخد وقت معاكي. يلا مع بعض نبدأ بالمقادير. معايا هنا البهارات. معايا من كل حاجة معلقة. معايا معلقة ملح، معلقة فلفل أسمر، معلقة بابريكا، معلقة كزبرة ناشفة، معايا معلقة توم بودرة وبصل بودرة مع بعض، معايا معلقة كمون ومعلقة 7 بهارات ومعلقة كركم. معايا هنا في الخضار، معايا طماطمتين مقطعاهم شرايح وبصلة مقطعاها، ومعايا جزرة بشراها، وقرن فلفل حامي حابة تستغني عنه مش مهم. معايا 3 فصوص توم، ومعايا عصير ليمونة كاملة. معايا هنا هستخدم معلقة واحدة من عسل النحل، هيديها طعم جميل جدا وهيديها طراوة. ومعايا طماطم جاهزة، هاخد منها معلقة واحدة، ده معجون. ومعايا زيت ومعايا خل. هنجيب الخلاط ونبدأ ننزل بالخضار اللي احنا قلنا عليه. هنعصر الليمونة على الحاجة دي. هنحط معلقة واحدة من الصلصة، هنحط معلقتين من الزيت ومعلقة من الخل، معلقة صغيرة من العسل النحل. لو موجود عندك ممكن تحطيه، لو مش حباه ممكن تستغني عنه. هننزل بالبهارات كلها على الخليط ده كله. لو الخليط ناشف معاكي ممكن تحطي معلقة من المية. زي ما انتوا شايفين كده نضربهم في الخلاط لحد ما يدونا آه، سماكة ناعمة كده. الخليط كده جاهز معايا، هبدأ احطه في البولة. هجيب الفرخة وابدأ انشفها من المية كلها اللي فيها. هقلب الفرخة على ظهرها وهجيب اي مقص حامي، او لو سكينة عندك حامية برضو. هجيب اللي هي من عند ناحية الزور اللي ورا دي، العظمة اللي ورا. هبدأ اقسمها من الجنبين واقدر اطلعها بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده معايا. بس يستحب لو المقص معاكي حامي عشان ما يضايقكيش. انا صراحة ما كنتش سناه فتعبني شوية. هبدأ اكسر العظمة اللي في النص اللي ما بين الصدرين دي بالراحة عشان ما تهرولش معايا الصدر. وخبطة بسيطة من عند الصدر هكسرها عشان تبقى معايا يعني مستوية زي ما انتوا شايفين كده. هجيب اي شواية لو عندك احطها على الصينية، لو ما عندكيش ممكن تحطيها في الصينية كده عادي وتدخليها الفرن. هبدأ انزل بالتتبيلة كلها تتشرب منها. هدخل التتبيلة ما بين الجلد واللحم عشان تقدر تاخد من التتبيلة على قد ما تقدر. هدخلها الفرن على درجة 200 من تحت بس، وهسيبها لمدة ساعة الا ربع. وبعد كده هطلعها او نص ساعة. هطلعها اكمل بقية التتبيلة عليها من فوق برضو عشان تاخد لون.
هدخلها الفرن تاني، هتاخد لون من فوق، واطفي الشواية من تحت. هنا كده طلعتها بعد ساعة كاملة، استوت وبقت جميلة، وحطيتها في الطبق كده. بجد طعمها وريحتها تحفة، ومستوية جدا من جوه. هتعجبك جدا في العزومات، و... ومش مش هتكلفك وقت ولا مجهود. بجد حلوة جدا، والتتبيلة روعة، مش هتندمي انك عملتيها. انا عملت جنبها بامية ورز، بجد تحفة. ويا رب تعجبكم، واشوفكم على خير، وشكرا.